خلاص مهاجر. اصحى يا بابا انت وهو معايا. ها بصوا بقى، احنا هنوصل المينا. تمام. انا مش هدخل معاكم، هتلاقوا السيد راتب مستنيكم. ها طلعكم على مركب صيد اسمها البيت بيتك. اسمها ايه؟ البيت بيتك. المركب هتوصلكم مينا في ايطاليا اسمها بوكيتا. مركب مش هتخش المينا، هتوقف قبله بشويه وانتوا هتكملوا عوم عشان المركب ما معهاش تصريح. عشان ايه؟ عشان ما معهاش تصريح. هناك في ايطاليا بقى تعيشوا حياتكم وتلموا فلوس اكتر من اللي بتلمها الشركات بتاعت المحمول. سيبوا افتكرونا. ها دلوقتي فاضل على كل واحد فيكم 5000 جنيه، المبلغ اللي اتفقنا عليه هتدفعوه للسيد راتب. لو خفر السواحل طلع لكم، عارفين هتقولوا له ايه؟ هنقول له احنا تايهين. توصلوا بالسلامة يا رجالة. والله توحشونا. طيب ما قلتلناش الناس اللي هننزل عليها في ايطاليا اسمها ايه؟ انتوا بس اول ما توصلوا المينا في ايطاليا هتلاقوا ناس مستنياكوا تبعي، هم هيظبطوا معاكوا كل حاجة. لهم بس احنا تبع مداويش. تبع مين؟ تبع مداويشي. معايا المغفلين صحيح. دلوقتي كل حاجة جاهزة، فاضل بس تختار لنفسك كلمة السر اللي تفتح بيها الإيميلات بتاعتك. كلمة السر ازاي يعني؟ انت مش قلتلي الميل ده حاجة بسيطة جدا، افتح واخش على طول؟ أيوة حاجة بسيطة، بس لازم برضو يكون عندك كلمة سر عشان مش أي حد يدخل ويشوف الإيميلات اللي جاية لك. فهمت، احتياطات امن يعني. اسم الله عليك. طب انا هخلي كلمة السر بتاعتي سمسم، عشان اقول للميل افتح يا سمسم يروح فاتح على طول. يا ابني اختار كلمة سر وما تقولها ليش. نهار اسود، انت بس اللي تبقى عارفها، فهمت؟ هو انت غريب يا هنيدي، ده انت اخويا. وبعدين افرض نسيت كلمة السر دي اعمل ايه؟ المفروض تبقى انت عارفها برضو. عموما انا عمري ما هدخل على الميل بتاعك من وراك. ها تحب تخلي كلمة السر ايه؟ هخليها ليالي اضواء المدينة. وش معنى يعني اضواء المدينة؟ عشان اضواء المدينة هي اللي عرفتني على فتاة احلامي، الفنانة الرقيقة باسكال مشعللاني. اولا اسمها مشعلاني، وثانيا ما بقاش في حاجه اسمها اضواء المدينه يا قديم، بقت دلوقتي ليالي التلفزيون. وبعدين الكلمه كبيره، عايزين كلمه حروفها اقل، فهمت؟ خلاص خليها الاضواء. طيب ما تخليها سلاح التلميذ احسن، ايه رايك يا ابني؟ نقي كلمه تبقى سهله ما تتنسيش. خلاص خليها. ولا انت هتشتغلني؟ انا هختار لك كلمه السر بنفسي. بس انت كده بتلغي شخصيتي يا هنيدي، اديني فرصة أخيرة. اتفضل. أنا هخلي كلمة السر سوبر هنيدي يا صديقي. ماشي يا صاحبي. حبيبي والله يا صلعت حبيبي. بص يا اخويا، منك ليه؟ انتوا هتنزلوا تستخبوا في البدروم بتاع المركب وما تطلعوش منه غير لما اخبط لكم على الباب 3 خبطات. اتفقنا؟ طب اتفضلوا قدامي. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. خش يا حبوب ما تخافش. اهد الرجاله اللي تحتنا بره الصحيح. اما عيال مغفلين صح. هنعملوا ايه دلوقتي يا ريس؟ هنعمل ايه؟ هنعمل زي ما بنعمل كل مره يا غبي. هناخد لنا كام لفه جوه البحر وبعدين هنقول لهم نطوا بقى. ايوه حلاوتك يا ابو قلب كبير. وانت دفعت كام لمناويش؟ جبت واسطة عشان ياخد مني 15000 بس. يا بختك.
انا دفعت 25. بعت حتة ارض كانت ملك امي على شوية الذهب اللي كانوا عند مراتي، واستلفت الباقي. بس ان شاء الله هعوضهم كلهم بعد 2 3 في ايطاليا. انت كنت بتشتغل ايه في مصر؟ على قد حالي، مدرس عربي في مدرسة ابتدائي. وانت؟ انا برضه على قد حالي، مدرس برضه. مدرس ابتدائي؟ مدرس في الجامعة، استاذ لغة شرقية. ده اسمه كلام برضه. ليه عملت كده في نفسك يا راجل؟ اهو اللي حصل بقى. وحشتني عدد نجوم السما، وحشتني عدد كلام الهوى، وحشتني من كل يوم 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 يوم، من كل تعال نخلي الحلم حقيقة. تعال 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 نعوض كل دقيقة. تعال تعال. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ ما تخافوش ما تخافوش، احنا دلوقتي بنقرب من ايطاليا، بس المدخل بتاعها مليان مطبات. ما تخافوش ما تخافوش. وانت ايش عرفك اننا داخلين ايطاليا؟ واضح انك اول مرة تهاجر، لكن انا دي 5 مرة. خلاص حفظت السكة. استرها يا رب. طب ما تشوف دبي، ابو ظبي، اي حته يا هنيدي. ده عاصم ابن خالتي لسه راجع من الكويت وماما مش هنيدي يا هنيدي. وحشتينا يا خالتي. نورتي بيتك يا عسومة، نورتي بيتك يا حبيبي. وتعب نفسك كده ليه يا عينيا؟ ها؟ ايه ده؟ بلدي قوي يا عاصم. بقى هاجرت الكويت علشان تشتري مروحه وبطانيه كاروهات؟ مش كنت تحوش وتعمل لك عمليه تجميل احسن؟ عن اذنكم يا جماعه، احسن الجو فجاه كتم. يرضيكي كده يا خالتو؟ سيبك منها يا روح خالته، سيبك منها. جبت لي السماعة البلوتوث يا ولا؟ ها؟ يا ريس يا ريس، هنهرب ونسيب العيال اللي في البدروم دي يا ريس. راتب. بص، انا الدنيا علمتني حاجة مهمة، كل واحد بياخد نصيبه. نط قدامي يا ريس. احنا كنا هننصب عليهم بس، لكن كده احنا هنموتهم. موتهم ايه يالا؟ لو ليهم عمر المركب هتحدفهم في اي حتة، واحنا ما معناش غير المركب الصغيرة دي. عايز نعمل ايه؟ نط ولا سيبك معاهم؟ تخلص يد وتنط امال. الله، هنط يا ريس، هنط. ربنا معاكم يا ولاد مصر، والله هتوحشونا صح. يا ريس راتب افتح، احنا اتلخبطنا على بعضنا وانا ما بقتش عارف نفسي. مستحيل هيسمعنا في الدربكة دي. هو مستحيل يسمعنا، بس مش عشان الدربكة، عشان اكيد نط من المركب. وانت ايش عرفك انه نط من المركب؟ مش بقول لك انت اول مرة تسافر؟ عن اذنك. مش قلت لكم؟ هنعمل ايه؟ ورايا على كابينة السواق، نحاول نسيطر على المركب. انت بتعرف تسوق مراكب؟ لا. طب دفة الدفة، ثبت الدفة في اتجاه واحد، ما توديهاش لا شمال ولا يمين، فاهم؟ احنا لازم نبعت اشارة لبتوع خفر السواحل دلوقتي. بقول لك ايه، انت بتعرف تستعمل السلكن ده؟ لا. طب اقعد كده بقى على جنب. يعني انتوا بعد ما خرجتوا من المينا بتاعت اسكندرية مشيتوا حوالي 3 ساعات بس؟ طيب ما تقلقش ما تقلقش، انا هوصل لكم ان شاء الله.
طيب وهو اللي عاوز يعمل فلوس يروح ايطاليا بالمنظر ده؟ سوبر هنيدي، احنا كده كده ميتين، ما فرقتش بقى موتة في البحر من موتة في البر. يلا. مهما كان برضه الواحد ما ينفعش يسيب بلده يا جماعه. ويعني طب ما الحضري ساب البلد، وعمر الشريف ساب البلد، وزويل ساب البلد، وكلهم ربنا كرمهم وكبوا. بس دول بدأوا من هنا. احنا بقى مش عارفين نبدأ. يا ابني ده انت دافع 30,000 جنيه عشان تسافر، المبلغ ده كان ممكن تبدأ بيه مشروع. ما انا بدأت بيه مشروع برضه، بس كنت هكمله في ايطاليا. مفيش فايدة. سيبك من الكلام ده يا سوبر هنيدي، احنا عايزين نشكرك انك انقذتنا ولحقتنا قبل ما نبقى مجرد ذكريات. انا شخصيا مش هفكر في السفر تاني. انا في بلد الناس فيها بتنقذ بعضها وبتقف جنب بعضها ساعة الخطر. ايه الحلاوة دي؟ بس فيها نصابين برضه يا كابتن. النصاب هنجيبه وهياخد جزاؤه، والعالم كله فيه نصابين، بس مفيش ناس طيبين غير هنا. انت راجل محترم.